السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هركز على شوية حاجات ممكن سينا عنها في الليست وحاجات مهمة. فآسف يعني لو كنت نسيت عنها. أول حاجة هنا هنا هعمل ليست واحد وهعمل ليست اتنين. أنا عملت ليستين وهشتغل عليهم اوبريشنز بقى. ممكن هنا في دي أمسحهم نكتبهم تاني سوا. لو أنا عايز أطبع الليستين تعمل إيه؟ تعمل برنت فبتكتب ليست 1. انا مسمي هنا واحده ليست 1 وواحده ليست 2، فانا هطبع ليست 1 وبعدين هعمل الكومه دي وبعدين ليست 2. بكده انا هطبع الليستين. هو هنا هعمل ستارت للكيرنل بس. سوري. عشان انا كنت عامل له ران قبل كده. تمام كده. هعمل ران وبعدين هعمل هنا ران للاتنين. فهنا طبع لي ليست 1 اهي. واحد اتنين تلاتة أربعة وخمسة ستة سبعة تمانية، ده ليست 2. طب هنا ده concatenation وده اكستند. الاتنين بيجمعوا الاتنين على بعض، بيضيفوا الليستين دول على بعض وبيبقوا لستة واحدة. تعمل برنت ليست 1 بلس ليست 2، بيحط لك الليستتين مع بعض. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، ليستين على بعض. وكذلك الاكستند، دي فانكشن بقى. تعمل ليست 1، عايز أضيف فيها عليها ليست 2، بعدين أطبع الليست 1 بقت كده. يعني ده كده بقى ليست 1، ده كده بقى ليست 1. ناخد ده كورس عشان ما ننساهوش، ممكن نشتغل على حاجة زي. فكده ده اهو. لو عملنا كده طبعهولي اهو، عمل لي الكومبينيشن بينهم. هنا برضو الاكستند عملهولي. ده كده عندنا ليست 1، ده كده اللي هنشتغل عليه. فكك بقى من ليست 2 اللي كانت فوق دي. لو حبينا نشتغل على التو ليست هنعمل ليستين جداد يعني. الكاونت دي بتشوف العدد متكرر عندي كم مرة. مثلا أنا قلت الاتنين أهو، قال لي متكرر مرة واحدة. طب تفتكر لو كتبت ليست 2 هيديني إيه؟ زيرو، مفيهاش أي حاجة، خلاص الليستة طارت. فخلينا نكمل في ليست 1. لو عايز مثلا رقم 3 هيقول لك متكرر مرة. طب رقم 4، رقم 6 متكرر مرة. تمام. ده كده بتشوف لي الرقم متكرر عندي في الليستة كم مرة. ممكن يعني ممكن أكررها هنا. مم، ممكن 3. ونعمل هنا كاونت للتلاتة. قال لي متكررة مرتين عشان احنا فعلا زودناها فوق مرة، بقت متكررة مرتين. بعد كده تعالى لفانكشن تانية اسمها index. index بتعرفني، يعني بقول له هات لي الاندكس بتاع الحاجة دي. أنا مثلا أنا هكتب له list 1، عايز منها دوت index. مثلا احنا عندنا رقم ايه؟ رقم مثلا واحد، المفروض يظهر لي زيرو صح؟ طب نجرب. يظهر لي صفر. عايزين مثلا رقم 8. رقم 8 ده آخر رقم، يظهر لي كام؟ 8. ليه بقى؟ زيرو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، وأنا بيتعدي من الصفر، فتمانية فعلا. بعد كده نيجي لفانكشن تانية اسمها، على فكرة في حاجة البوب. أنا كنت بقول بتاخد اندكس وبتحذف، أو عادي أنا ممكن أعمل عليها عملية دلوقتي. مثلا هقول list 1 دوت بوب، بس في حاجة، هي بتشيل لي آخر رقم يعني بتحذفه، بس ممكن أخزنه في مكان تاني. هتقول لي إزاي؟ هقول لك أنا إزاي. تعالى كده بص، ممكن أعمل variable أهو بوب، وأعمل كده. أنا مثلا عايز أشيل 8 وعايز أطبع الإكس. كده هياخد، كده هيشيل 8 من الليست 1 وهيحطها لي في الإكس.
فانا لو عملت كده المفروض يطبع لي 8. تمام. تيجي بقى نعمل ليست 1. شوف، شال التمانية من هنا ازاي. شال التمانية وحطها لي في الاكس. مفهوم؟ تمام، يعني هي بتخزن لي، بتاخد القيمة اللي انت بتحذفها بتخزنها لك تاني في الفاريبل اللي انت عايزها. تمام. بعد كده نيجي لحاجة تانية او فانكشن تانية اسمها clear. ولا اقول لك سيب كلير للاخر عشان هنشيل هي بتشيل الليسته كامله، يعني هتشيل لك، هتحذف لك الليسته، هتنضفها لك. فنيجي لفانكشن اسمها كوبي. كوبي دي بتعمل ايه؟ اكيد انت عارف كوبي دي بتعمل ايه، بتعمل نسخ. فلو عملنا مثلا list 1 دوت كوبي، بعدين list 1، المفروض انها بتعمل لي كوبي او list نيو، المفروض نعمل لستة جديدة، يعني مثلا list نيو. انما انا عاملها هنا ازاي؟ list 1 كوبي، list نيو، بعدين بتعمل equal، ده لسه جديدة اهو. بتعمل تضيف فيها مثلا list 1 اللي انت عايز تعمل عليها كوبي، وتعمل كوبي كوبي. بعدين بتعمل list نيو اللي هي تطبع الليستة اللي انت عايزها. هنا ازاي بقى؟ واحد اتنين تلاتة تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. اه هنا ما عملهاش. طب لو عملنا ريستارت للكيرنل المفروض تطلع. طب ما احنا ممكن نعمل حركة أحلى، هنضيف احنا اللي احنا عايزينه. هنعمل ليست جديدة، ليست تلاتة اهو، وهنضيف ايكوال فيها مثلا أي تكست بقى. مثلا عايزين نعمل فيها ايه تاني؟ أرقام بقى. فبعد كده هعمل دي ليست تلاتة. قال لي ليست تلاتة، احنا ما عملناش رن اهو. هو كده عمل لي كوبي ليها. هو كده عمل فعلا، لا هو كده عمل فوق. عشان لو انت جيت عملت ليست نيو اهي، ليست نيو هيطبع لك نفس الارقام فعلا. اه هو كده عمل كوبي فعلا. بعد كده عندنا ايه تاني؟ هنشوف عندنا ايه تاني. مم، ثواني بس عشان معايا يعني بشرح من السكتش برضو. بس كده انا ما اعتقد مفيش حاجة تانية. ده كل اللي فاتني. فانا اسف مرة تانية على اللي فاتني ده. اتمنى تشوفوا الفيديو ده على طول بعد ما تخلصوا الفيديوهين اللي قبل كده، عشان ما تنسوش الحاجات دي. تمام. شكرا. السلام عليكم.